هيخلص على الاسره في مدينتي هياخد براءه. تمام؟ قول تمام. قبل ما ادخل في الموضوع بس خليني اسالك سؤال صغير كده. لما سكوتر يخبط في عربيه ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ اقول لك انت لسه هتفكر. ام صاحب السكوتر مات، وصاحب السكوتر واخواته الاثنين بين الحياه والموت، وابوهم اتصاب. انت متخيل؟ ده بالظبط اللي حصل لعيله الدكتوره بسمه علي لما ابنها الطفل الصغير خبط بالسكوتر بتاعه عربيه كانت راكنه، بس واضح ان الخبطه كانت كبيره قوي لدرجه انها خربشت العربيه. قالتلوش هي بقى تعالى ادخل ملناش دعوه، لا، قالت له تعالى وريني العربيه دي فين، وصممت انها تروح تراضي صاحب العربيه. لكن صاحب العربيه في لحظه غضب دسهم كلهم وكسر العربيه، وفي الاخر يجي واحد زي ده يقول لك اللي هيحصل يا حضرات انه الراجل ده هيطلع براءه. الراجل ده مش هيحصل له اي حاجه. كويس. وعلى فكره مش لوحده، في ناس كتير فاكره كده، وانت نفسك بتجهز تعليق تكتبه لي دلوقتي ايوه مش هيحصل له حاجه عشان ظابط. احب اقول لك ان ده مش ظابط، ده قاضي اتحكم عليه بالاعدام عشان قتل الاعلاميه شيماء جمال الله يرحمها. تمام كده؟ قول تمام. ما بقولكش انا ما تتكلمش على القضايا وتحاول تخليها راي عام، لا، بس لما توصل للقضاء اعرف ان كل واحد اكيد هياخد جزاته. اقول لك حاجه، احفظ الفيديو ده، ولو الراجل ده خد براءه تعالى عليه وقول لي اللي انت عايزه وهبقى انا اللي غلطان. تمام كده؟ قول تمام بقى.